السلام عليكم. كل منا لديه أهداف وأحلام وطموحات يسعى إلى تحقيقها، سواء كانت أحلاما ضخمة أو بسيطة، فإن وجودها في حياتنا له أهمية كبيرة. قد يكون هدفك هو الحصول على وظيفة أحلامك، أن تصبح فنانا، أو أن تكون رياضيا من الطراز العالمي. ضع هدفك نصب عينيك وابدأ العمل نحو تحقيقه الآن. الخطوة الأولى: حدد هدفك بوضوح. في البداية عليك أن تبدأ في خلق تصور دقيق وواضح للهدف الذي ترغب في تحقيقه، فلا يجب أن تضع أهدافا مبهمة وغير واضحة، كأن تقول مثلا هدفي هو أن أكون غنيا، أو هدفي هو أن أكون شخصية مشهورة، بل يجب أن تضع هدفا محددا ومعقولا. فيجب أن تقول مثلا هدفي هو أن أصبح خبيرا في التسويق والاستثمار، وأن أؤسس شركة خاصة بي أربح من خلالها مقدارا محددا من المال. بهذه الطريقة يكون من السهل عليك رسم خطط ملائمة وتحديد الخطوات الضرورية التي عليك اجتيازها لتدرك هدفك. الخطوة الثانية: قسم هدفك إلى أهداف صغيرة. لكي يسهل عليك تحقيق هدفك يجب أن تقوم بتقسيمه إلى عدة أهداف فرعية، والتي سيمكنك الوصول إليها من تعبيد وتمهيد طريقك نحو هدفك الرئيسي الكبير الذي تسعى إليه. الخطوة الثالثة: قم بإعداد خطة محكمة للتنفيذ. أحضر مذكرة وقلم وقم بكتابة كل تفاصيل هدفك كما تخيلتها في الخطوة الأولى، ثم قم بكتابة خطة محكمة تحدد فيها أهدافك الفرعية والخطوات اللازمة لتحقيقها، مرفوقة بتواريخ وجدول زمني محدد. تلميح: قم بكتابة هدفك الرئيسي في ورقة كبيرة وبخط كبير، وقم بتعليقها في مكان تراها فيها دائما. إن كتابة أهدافك ورؤيتها بشكل مستمر يبقيك متحفزا وإيجابيا، ويشعرك بنوع من الالتزام والمسؤولية تجاه تلك الأهداف. الخطوة الرابعة: ابدأ التصرف الآن. بعد أن تحول هدفك إلى خطط تنفيذية، حاول أن تلتزم بها وابدأ بترجمتها إلى الواقع في الحال، وحافظ على تركيزك وحماسك، وكف عن اختلاق الأعذار والتسويف، وحرر نفسك من العجز والكسل. فالسر وراء تحقيق أي هدف هو استثمار كمية كبيرة من الوقت والجهد والعمل الجاد في سبيل حلمك. الخطوة الخامسة: لا تستسلم. مما لا شك فيه أنك ستواجه العديد من العقبات والمشاكل، وقد تصل إلى حد اليأس والإحباط. عليك أن ترسخ في ذهنك أن طريق النجاح ليس سهلا، وأن السبيل الوحيد للوصول إلى هدفك هو الحفاظ على عزيمتك وإصرارك واستمرارك في المحاولة وتحليك بالثقة في قدراتك. الخطوة السادسة: كافئ نفسك. في رحلتك نحو تحقيق هدفك الأسمى يجب أن تكافئ نفسك كلما قمت بتحقيق واحد من أهدافك الفرعية، كأن تشتري لنفسك مثلا ملابس جديدة أو وجبة لذيذة أو شيئا من هذا القبيل، حتى تحفز نفسك للاستمرار والمضي قدما على المدى الطويل. هل تعلم؟ The Pursuit of Happiness، السعي وراء السعادة، هو فيلم مستوحى من قصة واقعية لرجل اسمه كريس غاردنر، واجه الكثير من المصاعب والعقبات في حياته، حيث تخلت عنه زوجته وطرد من شقته، بل واضطر للنوم في الشوارع مع ابنه الصغير. لكنه لم يستسلم أبدا، وكان يواجه المصاعب بقلب من حديد وعزيمة أبدية، حتى تمكن من تحقيق النجاح في حياته، وأسس شركة خاصة به وأصبح مليونيرا.